الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا بين يدي كتاب في غاية الأهمية من حيث الموضوع والتناول وكمية التوثيق ومنهجية البحث. الكتاب بعنوان عفرين نامة. عفرين نامة، رسالة عفرين، تاريخ وتوثيق. مؤلف الكتاب الصديق العزيز الأستاذ زكريا عبد الهادي حصري. هذا الكتاب أهداني إياه الصديق العزيز زكريا أثناء زيارتي الأخيرة لكردستان، ويعني كان لي شرف أن أكون ضيفا يعني عليه في منزله في عين كاوا في هولير عاصمة كردستان العراق. والكتاب مشروع بالإهداء الخطي بقلمه. الكتاب في 340 صفحة من القطع الكبير، صدر في كردستان العراق سنة 2019 بعد تعرض عفرين للغزو والاحتلال التركي بمعية المرتزقة والجماعات الإرهابية التكفيرية المتطرفة المتعاونة مع تركيا. الكتاب أهميته تنبع من أنه الاحتلال في أي منطقة، سواء الاحتلال الأسدي أو الاحتلال التركي أو أي احتلال آخر في أي منطقة، سيفسد هذه المنطقة ويحاول إجراء تغيير ديموغرافي وتشويه وتضليل تاريخي لهوية المنطقة. وبالتالي هذا من طبائع ومن خصال الاحتلالات عبر التاريخ، لكن يبقى ما يدل على هوية منطقة عفرين هي يعني الكتب اللي من صنف أو من نوع هذه المراجع التاريخية الاجتماعية السياسية، هي التي تبقى المرجع الأصيل العلمي اللي يمكن أن يستند عليه فيما يتعلق بالتأكيد على الهوية الحقيقية الأصيلة لمنطقة عفرين. وأي منطقة تخضع لاحتلال همجي بربري سافر يعني من نوعية الاحتلال الذي تعرضت وتتعرض له منطقة عفرين الكردية الأصيلة الأبية. الكتاب مهدى حسب ما هو وارد في صفحة الإهداء إلى روح أو إلى أرواح والد الكاتب ووالدته وشقيقه وإلى عائلته. وأيضا الكتاب مهدى إلى عفرين وطنه الصغير وإلى كردستان، يعني الكتاب مهدى إلى أرواح الذين رحلوا عن هذه الحياة من عائلته وإلى عائلته الصغيرة وإلى وطنه الصغير عفرين ووطنه الكبير كردستان. الكتاب أكيد 5 فصول. الفصل الأول وهو أكبر هذه الفصول، أنه تقريبا أخذ من الكتاب في حدود 180 صفحة أو أكثر. الفصل الأول: عفرين تعيد كتابة التاريخ. طبعا الكتاب أو هذا الجزء
أو هذا الفصل من الكتاب هو بحد ذاته كتاب يتناول بالأرقام والصور والإحصائيات والوثائق تاريخ هذه المنطقة، منطقة عفرين، مستندا إلى تجربته، بحكم أنه الأستاذ زكريا، الصديق زكريا، كان ضمن بعثة أثرية يابانية سورية تشتغل في منطقة عفرين، وبالتالي الكتاب يزخر صور كثيرة للمعالم والأماكن والأوابد التاريخية في منطقة عفرين بشكل موثق، كل صورة مرفقة بحاشية بهامش توضح يعني الصورة وأين وحتى مصدر الصورة كمان. الفصل كما ذكرت لكم تقريبا 180 صفحة من القطع الكبير. كل الأوابد التاريخية في منطقة عفرين، أو أغلب هذه الأوابد، من كنائس وأديرة ودور عبادة مذكورة في الفصل الأول. الفصل الثاني من الكتاب يتناول الجانب اللغوي، يعني منطقة عفرين وما تزخر به من اللسانيات واللغويات. الفصل الثاني كما ذكرت لكم يتناول الجانب التنوع اللغوي في هذه المنطقة، وأيضا إلى مسألة التسمية، يغوص في مسألة التسمية، يعني جبل الأكراد، تشاي كورمينج، كرداغ بالتركي وبالعربي وبالكردي. أيضا كمان أهمية التسميات في تاريخ المنطقة. أيضا هذا البحث مرفق بمجموعة من الصور، صور المنطقة، جبل الهاوار، جبل ليلون، والكثير من الأماكن التاريخية. الفصل الثالث تاريخ السلطة السياسية، وهذا كمان من الفصول المهمة في هذا الكتاب. يتناول يعني تاريخ سوريا وكردستان، أيضا أرباب وحكام كردستان، هي عنوان الفقرات الداخلية في هذا الفصل، وصولا إلى الحقبة العثمانية، يعني الدخول الإسلامي، الوجود الإسلامي، الوجود المسيحي، وصولا إلى السلطة الإدارية العثمانية، وأيضا الانتداب الفرنسي وبداية التواجد الفرنسي في تلك المنطقة، عفرين والسيطرة العثمانية. هذا الفصل يتناول الإدارات أو السلطات التي تعاقبت على حكم منطقة عفرين. الفصل الرابع يتناول الجانب الديني، أو يعني العقائد والأديان التي مرت على هذه المنطقة وتركت بصمة فيها، من هذه العقائد الزردشتية والإيزيدية واليهودية والمسيحية والإسلام. في هذا الفصل أيضا كمية مهمة جدا من المعلومات
فيما يتعلق بالطقوس والأعياد والعادات والتقاليد الدينية المتبعة في منطقة عفرين. يعني الجانب الطقوسي والشعائري، الصلوات، الصيام، العبادات، يعني لأتباع الديانات الموجودة في منطقة عفرين. الكتاب يعرج على يعني في سياق تناوله إلى موضوعة الوجود الديني، أو هل كانت فتوحات أم غزوات، بمعنى هل الدخول الإسلامي لمنطقة عفرين أتى بشكل يعني لتنوير أو لزرع الإيمان أو نشر الإيمان بين أبناء المنطقة، أم كان له أغراض أخرى؟ طبعا الكاتب يطرح وجهة نظره في هذا البحث المهم. أيضا فتوحات إسلامية أم حملات تخريبية؟ في هذا الفصل يطرح أسئلة ويحاول الإجابة على هذه الأسئلة، ثم يتناول المزارات الدينية في منطقة عفرين، المزارات الإسلامية، المزارات المسيحية، الكنائس، الأديرة القديمة المهدمة. في الفصل الخامس والأخير هندسة الطرق المقدسة في تشيركورمينش، يعني يتناول المواصلات، السكك الحديدية، الطرق في هذه شبكة الطرق في هذه المنطقة، وخاصة الخط القطار، شبكة القطارات. هنا يذكر ينشر حتى يعني صور للطوابع البريدية وللطرود التي كانت تحمل على يعني من منطقة عفرين إلى مناطق أخرى على شبكة السكك الحديدية. كمان في هذا البحث منطقة عفرين والمقاومة، مقاومة السلطات، يعني السلطات سواء كانت عثمانية أو فرنسية. أيضا هنالك تسليط للضوء على هذه المرحلة، ويتناول بعض حركات العصيان التي شهدتها المنطقة، سواء على مستوى العشائر أو على مستوى الشخصيات. يذكر بعض الشخصيات، وبعدين ينتهي الكتاب بالمراجع والهوامش، وهي كثيرة للغاية، في حدود من الصفحة 319 إلى الصفحة 332، يعني قائمة بالمراجع ومصادر اللي استند عليها الكتاب. الكتاب في غاية الأهمية، ويعني بمنتهى الثقة في إمكاني القول أنه من المراجع والمصادر الجد مهمة فيما يتعلق بتاريخ عفرين. طبعا هنالك مصادر أخرى ومراجع أخرى، لكن هذا الكتاب أيضا بكل ثقة وبكل أمانة يمكن اعتباره من المصادر والمراجع المهمة فيما يتعلق بتاريخ منطقة عفرين، هوية منطقة عفرين على الصعيد التاريخي والسياسي والاجتماعي، يعني في تقديري إن أمكن أن يستمر الباحث في الاشتغال حول هذا الموضوع، ويرفق هذا الكتاب بأجزاء أخرى تتناول حركة الفن والثقافة والإبداع في منطقة عفرين، الأزياء الشعبية، الأغاني، الفلكلور والتراث. وبالتالي يعني تتشكل لدينا
موسوعة كبيرة ومهمة ودقيقة تتناول منطقة عفرين من كل الجوانب التاريخية والأنثروبولوجية والثقافية وكل ما هو متعلق بهذه المنطقة، لأنه المنطقة مهددة بصراحة. وهو ذكر ضمن هذا الكتاب قائمة بالمناطق التاريخية المهددة في منطقة عفرين، ويعني نشر هون جدول فيما يتعلق بأسماء القرى التاريخية وأماكن تواجدها، وجدول بأهم المواقع المهددة بالخطر في تشاي كورمين بموجب منظمة اليونسكو. هاي هي القائمة منشورة أيضا في الكتاب. وطبعا المنطقة عرضة لعملية تخريب وتجريف مهولة فيما على الصعيد السكاني، على الصعيد التاريخي، على صعيد اللغة، فرض اللغة التركية وفرض المنهج التدريسي التركي المشوه. يعني حتى يعني المناهج التدريس في منطقة عفرين عن طريق الفصائل التكفيرية والإرهابية هي أكثر تشوها يعني من المناهج التي تدرس داخل تركيا. يعني المناهج التي في مدارس تركيا ربما يعني تراعي بعض الأمور العلمية والمنهجية فيما يتعلق في التدريس، أما في منطقة عفرين لا، فهي تخضع لمزاج أبو عمشة وكل الفصائل التكفيرية والإرهابية. في تقديري أنه الأعمال حتى من يود أن يكتب عملا إبداعيا عن منطقة عفرين لا مناص أمامه إلا تناول هكذا كتب القراءة والاستفادة والتدقيق والاستقاء المعلومة. لا يعني نسخ ولصق، لكن استقاء المعلومة وإعادة إنتاجها في سياق أدبي، في لبوس أدبي، وهذا ما يعني يفترض. الكتاب ليس فقط يعني مرجع مهم لذوي الاختصاص المهتمين بعلم الاجتماع أو بالتاريخ أو بالقضايا السياسية والجانب التوثيقي. لا، الكتاب مهم حتى للمعنيين والمهتمين بالأدب اللي بدهم يكتبوا روايات عن منطقة عفرين يتناول، سواء كانوا من أبناء المنطقة أو خارج أبناء المنطقة. في تقديري العودة لهذا الكتاب كمصدر ومرجع لاستقاء المعلومة، هذه العودة ستكون محمودة ومفيدة ومجدية، تخدم حتى النصوص الإبداعية وليس فقط يعني تخدم البحوث والدراسات التاريخية والاجتماعية اللي تتناول منطقة عفرين. أكرر شكري للأستاذ زكريا على هذا الجهد البحثي التوثيقي التاريخي الجد مهم، وأشكره أيضا على الإهداء. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.